في الفيديو السابق شفنا برنامج جوجل الرائع نوت بوك LM، وشرحنا بعض الأدوات القوية ديالو اللي هما الملخص الصوتي البودكاست، الملخص بالفيديو، والخرائط الذهنية. واليوم غندخلوا للمعقول وغنشوفوا باقي أدوات الاستوديو العجيبة واللي غادي تبدل لك طريقة التعلم نهائيا، وهي أداة سلايد ديك يعني سلايدز أو البريزنتيشن، أداة الفلاش كاردز أو البطاقات التعليمية، أداة انفوغرافيك أو المخطط البياني، أداة داتا تيبل أو جدول البيانات، أداة ريبورتس أو التقارير، وأخيرا أداة كويز أو الاختبارات. وغنشوفوا كذلك طريقة أخرى لإدخال المصادر عوض الطرق اللي ذكرناها في الفيديو السابق. هذه الطريقة هي استعمال خاصية البحث المعمق Deep Research اللي غتجيب لك المصادر حتى ليديك وتعزل وتختار منها اللي بغيتي. أولا سير الإعدادات واختار اللغة اللي بغيتي في Output Language باش تضمن المخرجات كاملة تكون بديك اللغة. أنا غنختار اللغة العربية باش يجاوبني ويعطيني كل شيء بالعربية، رغم أن المصادر يقدر يكونوا بالإنجليزية أو الفرنسية. من بعد إذا كما قلنا، إلا ما عندكش مصادر واجدين باش ترفعهم للبرنامج وبغيتيه هو اللي يجيبهم لك وانت تطلع عليهم وتختار فيهم اللي بغيتي، أجي هنا وفعل خاصية Deep Research واكتب هنا الأمر اللي بغيتي. أنا غنكتب بحث لي عن أبسط وأسهل خارطة طريق لتعلم واحتراف لغة البرمجة بايثون للمبتدئين. غتشوف بأن البرنامج تيبحث، ومن بعد دقيقة ها هما المصادر اللي جاب واللي تتنوع ما بين مواقع إلكترونية وفيديوهات يوتيوب. إلا بغيتي أي موقع تشوفه كليكي عليه وغتقدر تدخل ليه. يمكن لك أيضا تحيد المصادر اللي ما بغيتيش باش ما يكونش عددهم كبير بزاف. ضروري من شوية ديال المجهود الشخصي والتدقيق في المصادر. المهم في الأخير كليكي Import باش البرنامج يدخل هاد المصادر ويكونوا هما مصدر المعلومات اللي غيخدم عليه. دابا غنبداو نشوفوا الادوات ديال الاستوديو اللي ما شفناش في الجزء الاول ديال هذا الفيديو، وغنبداو بالاداه سلايد ديك. بغينا البرنامج يحول لنا هاد خارطه الطريق تعلم بايثون لسلايدز او بريزنتيشن داخل الاداه سلايد ديك اللي كتخدم باحدث نماذج جوجل للصور مثل نانو بانانا. والجميل ان السلايدز دابا اصبحت قابله للتعديل بفضل الامر ريفايز كيف ما غنشوفوا من بعد. وزيد على هذا يمكن لك الان تصدر سلايدز كملف باوربوينت ماشي غير PDF كيف ما كان في السابق. نقدروا نفصلوا الطلب ديالنا يعني البرومبت هنا داخل تخصيص الاداه كاستومايز او في الشات مباشره. وإلا ما عرفناش كيفاش نديروا لهذا البرومبت نقدروا نسولوا هنا في الشات ونقولوا ليه مثلا كتب لي برومبت نقدر نعدل عليه إلا بغيت عن أفضل طريقة باش تحول هاد خارطة الطريق على شكل سلايد ديك بريزنتيشن. ها هو البرومبت اللي عطانا، قراه وعدل عليه اللي بغيتي، ثم كليكي على الاقتراح اللي تيقترح عليك باش يبدا يصاوبو. وها هي السلايدز في طور الإنشاء، صبحت موجودة من بعد دقائق قليلة. غنكليكيو عليها باش نفتحوها. كما كتشوفوا السلايدز ها هي رائعة جدا وبلغة عربية جميلة. وبفضل الأمر الجديد ريفايز تقدر دابا تعدل شي حوايج داخل سلايدز سواء كان نص أو حتى صورة. مثلا هنا
في هذه الصفحة كاين تكرار لكلمة AI، كذلك في هذه الصفحة الأخرى كاين تكرار لكلمة فورا. غادي نطلبوا منه يمسح واحد الكلمة فيهم. وفي هذا السلايد نفترضوا ما عجبتناش هذه الصورة اللي عبر بها على البرمجة الكائنية OOP، جاتنا هذه الصورة مثلا غير مفهومة، غادي نقولوا ليه يبدلها بصورة أخرى معبرة أكثر. غنمشيو إذا للسلايد رقم 8 ونكليكيو على الأمر ريفايز، ثم نكتبوا ليه هنا في هذه الجملة AI autocomplete AI كاين تكرار لكلمات AI، مسح الثانية فيهم. ونمشيو للسلايد الموالي ونكتبوا ليه باختصار هذه المرة مسح كلمة فورا اللي تكررت، وهو راه غادي يفهم اش تنقصدو. من بعد نمشيو للسلايد الآخر ونكتبوا ليه بدل الصورة اللي عبرتي بها على البرمجة الكائنية ودير صورة بسيطة وأكثر تعبير. كنلاحظوا هنا بأنه كاتب رقم 3، معنيته أننا طلبنا 3 تعديلات، يمكن لينا نعاودو نمشيو ليهم إلا بغينا نبدلو فيهم شي حاجة أو نمسحوهم. وفي الأخير نكليكيو على الزر Generate Revised Deck. ما غاديش دابا يتعطل بزاف لأنه ما غاديش يعاود يصاوب البريزنتيشن كلها من جديد، غادي غير يعدل بعض السلايدز. ها هو كمل، غادي نعاودو ندخلو وشوفوا معايا الفرق. الصورة ولات معبرة أكثر من الأول، المخطط كيمثل الكلاس والمنزل كيمثل الأوبجيكت. الفكرة زعما أن الأوبجيكت كيتنشأ من الكلاس كما تيتنشأ المنزل من المخطط. وفي الصفحة الأخرى كلمة فورا اللي كانت معاودة مسحها. هكا البريزنتيشن ولات واجدة بلا أخطاء وبصور احترافية. نقدروا دابا نديروا لها تحميل، والبرنامج في آخر التحديثات ديالو تيسمح لنا دابا نحملوها على شكل ملف باوربوينت عوض فقط PDF. وملي تحملوا ملف الباوربوينت تقدروا إلا حبيتوا تزيدوا اللمسة الخاصة بكم واللوغو ديالكم باش تكون البريزنتيشن احترافية وبسميتكم. ندوزو دابا الأداة فلاش كاردز أو البطاقات التعليمية. الفلاش كاردز معناها بطاقات تعليمية تفاعلية، تيكون فيها سؤال من واحد الجهة والجواب ديالو مخبي في الجهة الخلفية، وهي أداة كلاسيكية في التعلم والحفظ. هاد المرة غادي نلونسيو هاد البطاقات مباشرة من الأداة في الاستوديو، ولكن قبل ذلك غادي ندخلو للكاستومايز باش نختاروا درجة الصعوبة ديال الأسئلة، ونخليو عدد الأسئلة يكون ستاندرد. وإلا بغيتيه يركز على حاجة معينة تقدر تكتبها ليه هنايا. وفي علاقة مع موضوعنا اللي هو خارطة طريق تعلم بايثون، غنطلبوا من البرنامج يركز لنا في هاد الفلاش كاردز فقط على المصطلحات وأنواع البيانات. غادي نكتبوا ليه إذن هاد البرومبت: ركز ليا في هاد البطاقات على أنواع البيانات data types والفرق بيناتهم، وزيد لي المصطلحات التقنية والمفاهيم الجديدة في بايثون باش نضبط لغة المبرمجين ونعقل على السميات مزيان. ثم نكليكيو على Generate. هنا البرنامج تيعطيك الفلاش كاردز على شكل أسئلة، وإلا بغيتي تشوف الجواب الصحيح كليكي على مسافة سبيس في الكيبورد أو كليكي على سي أنسر، وكليكي على الأسهم يمين ويسار باش تشوف الأسئلة الأخرين. بإمكانك أيضا تكليكي على إكسبلان باش يشرح لك أكثر وتقدر تشاطي معاه باش تفهم مزيان الجواب. ولكن بلاتي
شوفوا هاد جوج بوطونات اللي تزادوه مؤخرا لتحت، هادو هما الزيتونة ديال المراجعة الذكية في 2026. ملي تخرج لك بطاقة وتجاوب فراسك، كليكي على سي انسر. الا كنتي ناضي وجوابك صحيح، كليكي على العلامة الخضراء، وإلا غلطتي أو ما عرفتيش الجواب، كليكي على العلامة الحمراء. البرنامج غيحسب لك السكور ديالك في الاخر، وهكا غتعرف بالضبط شنو هما النقاط اللي خاصك تعاود تركز عليهم بلا ما تضيع وقتك في داكشي اللي ديجا عارفه. حاول تحدى راسك حتى تولي هاديك اكس فيها زيرو وتولي النتائج ديالك كاملة خضراء. هاد التحديث ديال هاد الزرين كيحول المراجعة لتحدي مشوق أو لعبة جميلة. الجميل كذلك أن بإمكانك تحميل هاد البطاقات. البرنامج تيعطيها لك على شكل ملف CSV. باش تفتحو خاصك تفتح برنامج الإكسل وتجي هنا وتكليكي على داتا ثم from text CSV، وملي تشوف البريفيو ديالو مزيان كليكي على load. بالنسبة للمخطط البياني انفوغرافيك، إلا كنتي من النوع اللي كيبغي يشوف الصورة الكبيرة وما كيحملش كثرة القراءة، أداة انفوغرافيك هي اللي غتنفعك. هادي كتحول المعلومات المعقدة لرسومات بصرية سهلة الهضم. وباش تخرج شي حاجة ناضية يمكن تكتب هاد البرومبت هنا في تخصيص الأداة: صمم انفوغرافيك احترافي وبألوان جذابة خاص فقط بالمرحلة الأولى لخارطة طريق تعلم بايثون، ورتب المصادر في مسار زمني واضح وسهل تتبعه. كذلك في تخصيص الأداة كاينة بزاف ديال الاختيارات اللي غتخليك تحكم بدقة في الشكل النهائي ديال الانفوغرافيك ديالك. تقدر تختار من بين بزاف ديال الأنماط ستايلز على حساب الذوق ديالك. مثلا كاين ستايل المهني بروفيشنال اللي كيجي بسيط ومنظم للخدمة، ولا سكيتش نوت اللي كيعطيك إيحاء بأنه مرسوم باليد، أو إديتوريال اللي كيشبه ستايل المجلات، وحتى ستايلات أخرى فنية إلا كنتي باغي شي حاجة فيها ألوان مبهجة وطاقة. وإلا ما بغيتيش تصدع راسك، اختار النمط المفعل تلقائيا أوتو سيليكت. هنا كتخلي البرنامج هو اللي يحلل المحتوى ديالك ويختار بوحدو ستايل اللي كيبان ليه غيجي مناسب كثر مع المعلومات اللي عطيتيه. كذلك تقدر تحكم في أبعاد الصورة orientation، واش بغيتيها طولية أو عرضية أو مربعة باش تناسب البلاصة فين غتحطها. وطبعا كتقدر تختار حتى اللغة اللي بغيتي يخرج بها الانفوغرافيك. واحد النقطة مهمة بزاف هي مستوى التفاصيل level of details. من الأفضل تختار كونسيس مركز، خصوصا إلا كنتي غتخرج الانفوغرافيك باللغة العربية، حيت ملي كنطلبوا تفاصيل كثيرة detailed الذكاء الاصطناعي بعض المرات كيبدا يغلط في تركيب الكلمات والحروف العربية، وكتولي الصورة فيها أخطاء لغوية باينة، عكس اللغة الإنجليزية اللي كيقدر يتحكم فيها أكثر. وشوفوا النتيجة، غير بشوفة وحدة في الانفوغرافيك تقدر تفهم فين كنتي وفين غادي في رحلة تعلم بايثون. والجميل هو أنك تقدر تيليشارجيه كصورة عالية الجودة وتديرو وول بيبر، يعني خلفية للتليفون ديالك، أو تطبعو وتعلقو قدامك باش يبقى ديما محفز لك. هكا كتولي المعلومة لاصقة في عينك قبل ما تلصق في عقلك. ومن بعد ملي تكمل المرحلة الأولى وتحس بالإنجاز، تبدأ المرحلة الجاية بإنفوغرافيك جديد. هاد الشي غيعطيك دفعة معنوية كبيرة. دابا
وصلنا لأداة داتا تيبل أو جدول البيانات. غادي نستغلو هاد الأداة باش نشوفو كيفاش نحولو خارطة الطريق لخطة عمل حقيقية أكشن بلان. لهذا البرومبت اللي غنستعملو غيركز على أدق التفاصيل. حول خارطة الطريق لداتا تيبل فيها هاد الأعمدة: المرحلة، المدة، الأهداف، المواضيع، تمارين تطبيقية، والنتيجة اللي خاصني نوصل لها outputs، وبأسلوب بسيط للمبتدئين. بعد دقائق فقط تتكون الداتا تيبل موجودة. تندخلوا ليها وتلقاو البرنامج خدمها كما قلنا ليه، فيها الأعمدة بالضبط اللي طلبنا منه. يمكن لينا نكليكيو على هاد 3 نقاط ونختاروا Export to Sheets، وبعد ذلك نتيليشارجيوها للجهاز ديالنا بأننا نكليكيو على فايل داونلود مايكروسوفت اكسل، أو نكليكيو على PDF أو أي صيغة أخرى. وفاش كيولي الجدول عندك في جوجل شيتس أو في مايكروسوفت اكسل ما تيبقاش غير نص جامد، تقدر تزيد خانة ديال الحالة ستاتوس وتدير فيها تشيك بوكسز باش تعلم على كل درس كملتيه. هكا كيولي عندك نظام تتبع احترافي تراكين سيستم كيجعلك تحس بالإنجاز كل نهار وكيخليك عارف فين واصل بالضبط. تقدر أيضا تشارك هذا الملف أو الشيت مع صاحبك باش تنافسوا على شكون يكمل الخارطة أولا. التنافس كيحفز بزاف. بالنسبة لأداة الريبورتس أو التقارير، فالبرنامج تياخد المعلومات أو المصادر اللي عطيتيه وكيحولها لك لتقارير واجدة في 4 ديال الأشكال مختلفة. الهدف من هاد التقارير هو أنك تشوف نفس المعلومات بطرق مختلفة باش تختار الشكل اللي يناسبك. أولا create your own أو صوبها على ذوقك. هادي إلا كان عندك شي شكل خاص في راسك، مثلا بغيتي التقرير يكون على شكل خطة مراجعة يومية باش تضبط المعلومات اللي كتستفدها في رحلة التعلم ديالك، أو بغيتي التقرير يكون على شكل مراحل عملية step by step باش تبدا تصاوب شي مشروع project. هنا كتكتب للAI شنو بغيتي بالضبط وهو كيفصلو لك. ثانيا briefing doc أو مذكرة موجزة. هذه كتعطيك الخلاصة المفيدة، كتركز على أهم النقاط وكتحط لك حتى الاقتباسات كاتس من المصادر ديالك باش تعرف كل معلومة منين جات. مزيانة للناس اللي بغاو ياخدوا فكرة عامة وسريعة. ثالثا study guide أو دليل الدراسة. هذه موجهة للطلبة والتلاميذ، كتاخد المعلومات وكتردها أسئلة وأجوبة كويزز، كتعطيك أسئلة دقيقة باش تدرب، وهي أحسن طريقة باش توجد للامتحان. رابعا بلوج بوست أو مقالة للمدونة. إلا كنتي صانع محتوى وبغيتي تحول ديك المعلومات لواحد المقال زوين يتقرا في مدونة أو لينكدين، هاد الخيار كيحول النص لقصة مسلية ومنظمة بأسلوب كيجذب القارئ. دابا غادي نختار الشكل اللي كينفع بزاف ديال الناس اللي هو ستادي جايد. شوفوا معايا البرنامج صوب هنا مقرر دراسي متكامل على بايثون مقسم ل3 ديال الأجزاء. في الجزء الأول البرنامج حط 10 ديال الأسئلة كتقيس واش بصح فهمتي الأساسيات، كيعطيك السؤال وكيعطيك الجواب ديالو لتحت باش تصحح لراسك. ناخذ مثال واحد فقط ديال السؤال الأول: شنو الفلسفة الأساسية اللي قامت عليها لغة بايثون؟ هنا في الجواب تيقول لنا هي البساطة وقابلية القراءة لدرجة أنها كتربحك 40% ديال الوقت مقارنة بلغات أخرين. الجزء الثاني حط فيه مجموعة ديال الأسئلة المقالية، وهي أسئلة كتطلب منك تكتب فقرة كاملة من دماغك.
هاد النوع ديال الأسئلة هو اللي كيخليك تفكر بعمق في المادة. الجزء الثالث، البرنامج عطى فيه قاموس المصطلحات، حط لك جدول فيه كاع الكلمات التقنية اللي تقدر تخلعك في الأول وشرحها بكل بساطة. بمعنى آخر، هذا التقرير غيردك ناضي في المادة اللي تتقرأ، كل شيء مجموع لك في ورقة واحدة واجدة. دابا غادي ندوزو لآخر أداة وهي كويز، أي الاختبارات. هي أداة المراجعة وتقييم المستوى في نوت بوك LM، والهدف منها هو تختبر راسك وتشوف واش ضبطتي المعلومات اللي في المصادر ديالك. البرنامج كيحطك في وضعية امتحان باش يعرف نقاط الضعف ديالك ويخليك توجد الامتحانات ديالك بذكاء. غادي نكليكيو أولا على تخصيص الاختبار. هنا في عدد الأسئلة عندك التحكم الكامل، واش بغيتي أسئلة قليلة باش تاخد فكرة سريعة، ولا القياس العادي ستاندارد، ولا بغيتي تعصر المصادر بأسئلة كثيرة مور. وفي مستوى الصعوبة بدا في الأول بالمستوى السهل غير باش تسلق يدك، من بعد دوز للمتوسط وخلي الصعيب حتى الآخر. وهنا في تحديد الموضوع كتقول للAI علاش يركز بالضبط. مثلا ملي تكمل المرحلة الأولى من خارطة الطريق اللي شفنا، أعطيه المصادر اللي قريتي فيها وكتب ليه هاد البرومبت. اختبرني فقط في طريقة كتابة الفانكشنز واللوبس، وركز ليا على الأخطاء الشائعة اللي كيديروها المبتدئين في بايثون. هكا تدير تقييم للمستوى ديالك وتشوف واش تنتقل للمرحلة الجاية في الخارطة ولا مازال خاصك تراجع. هاد الأداة كويز هي أستاذك الخصوصي اللي كيوجد لك امتحانات مفصلة على قدك وعلى قد داكشي اللي قريتي. في هاد الاختبار غتلقاه كيعطيك الاختيارات ديال الأجوبة، وإلا وحلتي في شي سؤال كليكي على زر هانت يعني تلميح، وغادي يوجهك بذكاء باش تكتشف الجواب بنفسك. وإلا غلطتي في الجواب وبغيتيه يفسر لك الغلط ديالك كليكي على الزر اكسبلان، وغادي ينتقل بك لنافذة الشاط ويشرح لك بالخشيبات، وتقدر تبقى تشاطي معاه حتى قاع تقتنع وتفهم. في الأخير هذا البرنامج غيساعدك بزاف، ولكن ما غيعوضش الجهد ديالك. انت هو اللي خاصك تقرا وتفهم وتطبق. نوت بوك LM غير كيوفر لك الوقت وبيئة العمل الملائمة، ولكن التقدم الحقيقي كيبقى بجهدك انت وتوفيق الله تعالى. دابا الكرة في ملعبك، جرب هاد الأسرار والأدوات ديال الاستوديو اللي شفنا اليوم، وقل لي في التعليقات اشنو هي الأداة اللي صدماتك كتر وعاوناتك. وغنخلي لك في وصف الفيديو وفي أول تعليق مثبت فيديو الجزء الأول اللي شرحنا فيه أدوات الملخص الصوتي البودكاست، الملخص بالفيديو، والخرائط الذهنية. ما تنساش لايك إلا استفدتي، واشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلوك الفيديوهات ديال أدوات الذكاء الاصطناعي اللي كتنفع بصح. الله يوفقك.